الفرق ما بين تسجيل العلامه التجاريه وما بين السجل التجاري ان في ناس كتير جدا جدا بيختار طريق الامر لما تيجي تقول له انت مسجل علامه تجاريه يقول لك انا عندي سجل تجاري، في حين ان العلامه التجاريه دي هي شق والاسم التجاري اللي في السجل التجاري او السمه التجاريه اللي في السجل التجاري ده شق تاني خالص. العلامه التجاريه هي حمايه للاسم من اي حد بيقلدك او توثيق لملكيه الاسم اللي انت شغال بيه عشان تحمي نفسك ضد اي حد بيقلدك. الاسم اللي في السجل التجاري ده هو اسم الشركه او الاسم التجاري اللي انت شغال بيه او السمه التجاريه اللي انت حاططها في السجل التجاري عشان تشتغل بيها. دي حمايتها القانونيه بتبقى ضعيفه جدا وتبقى فقط داخل دايره السجل المدني اللي انت مسجل السجل التجاري بتاعك فيه، وده بيعني ان انت عندك شركه بالاسم ده، ولا يعني ان انت من حقك تشتغل بالاسم ده كعلامه تجاريه. الحمايه بتاعت العلامه التجاريه اقوى بكتير من السجل التجاري. حمايه العلامه التجاريه بيترتب عليها ان انت من حقك قانونا تقاضي اي حد بيقلدك او بيستغل اسمك، والمحكمه بتحكم لو انت اثبتت ده بالاتلاف والتغريم والمصادره ضد الشخص اللي انت اشتكيته. في السجل التجاري ما تقدرش تشتكي حد انه خد اسم شركتك، او تقدر لو انت اشتكيته ما تقدرش تاخد عليه احكام قضائيه نافذه زي موضوع العلامه التجاريه. العلامه التجاريه حمايتها بتكون داخل جمهوريه مصر العربيه كلها بكافه محافظاتها. السجل التجاري الاسم التجاري في السجل التجاري حمايته بتكون داخل دايره السجل التجاري فقط، وتكون حمايه في التسجيل بس. العلامات التجاريه ما ينفعش تحط عليها كلمه، ما ينفعش لو قيمه الرواد دي مسجله كعلامه تجاريه ان انا اقول لك ضيف عليها جزء او اقتبس منها شيء، لان العلامه التجاريه لا يجوز فيها الاقتباس.